بسأل سؤال الحين. أنا لما أقول إن أنا مريضة، واحدة تدش علي تقول لي أحس إنك حزينة والله يجمعك مع اللي تحبيه. أبو السلام، إيش رايكم نسولف؟ أعطوني موضوع، بما إني قاعدة وأحس إني أبي أسولف، توني مستشورة الأشياء اللي صايرة جتني صينية، أحس يمكن يطلع مني تستفيدون شي، يمكن يعني. إذا لا سووا لي أنفولو. أول سؤال أنا انسألته من قبل، فحابة أسألكم أنتوا وأشوف شنو رأيكم. حق البنات، هل أنتوا آه مع أن الواحد يتزوج أكثر من واحدة؟ والشباب، هل أنتوا مع أن الواحد يتزوج أكثر من واحدة؟ وإذا إيه ليش؟ وإذا لا ليش؟ أنا بقول لكم شنو رأيي. أنا أحس أن أنا إذا شخص أحبه ما أقدر أحبه صدق، وأنا مؤمنة بالزواج اللي فيه حب، وما يكون إنه بس التقليدي. أحس أنا ما راح أقدر أشاركه مع أحد ثاني. يمكن يعني ما أدري، أنا أحس شوي أنا ستايلي غار، يعني ويع أبي حقي. عرفتوا الستايل مال البنات هذه أنا. في واحدة سألتني إذا أنا عندي خلاف مع أحد بالسوشيال ميديا. أنا الحمد لله عمري ما ضريت أحد، لا بالسوشيال ميديا ولا برا السوشيال ميديا، لا قبل لا أنشهر ولا بعد. أنا قلبي يعني لا تشوفوني كذي، ترى أنا مرات أبين إن أنا جامدة وشي، ترى بصدق ومن داخل أنا حيل حساسة ومدمعة. أي شي أحد يسولف لي أنهار. ما عندي مشكلة مع حد. أنا عندي دنيا صراحة ما تسوى إن الواحد يكون عنده مشاكل مع أي شخص بحياته الشخصية. علاقة انتهت، حب وراح، صداقة وراح، شغل، عمل، سوشيال ميديا، شهرة مو شهرة. أنا بالنسبة لي موضوع السوشيال ميديا راح يطول سنة بعد سنتين زيادة. أنا ما أدري إذا بقدر أطول هالكثر، بس ما يسوى إن أنا أوصل مرحلة أكون متهاوشة ويا الكل وأطلع من هالمجال ما عندي حتى ناس يسألون عني ولا أنا أقدر أسأل عنهم. أنا عندي هذا الشيء كلش مو إنساني الحمد لله، مالي شغل بأي. ونرد على موضوع السوشيال ميديا، كل البنات الحمد لله أنا علاقتي زينة معاهم ولا شافوا مني أي ضرر، ومن كل الشباب الحمد لله ما عندي أي مشاكل مع أي أحد. وأي أحد عنده مشكلة معاي صراحة يكون عنده مشكلة مع نفسه قبل أي شيء، لأن أنا أعرف نفسي عمري ما ضريت أحد. فإذا أنت أو أنتي عندك مشكلة معاي it's your problem. راجعوا نفسكم وراح تشوفون إن عمري ما ضريت أحد. واحدة تسألني شنو برج. أنا من كثر ما أنا مصدقة هالفلتر قمت أعدل بقزلتي. برجي برج الثور. على كثر ما أنا ما أؤمن بسوالف الأبراج، أحس إن إحنا 7 بليار بالعالم، يعني مستحيل إن نحطنا تحت 12 ما 13 برج ومواصفات معينة. على كثر ما أحس إن برجي الكلام اللي أقراه عن برجي صح، أستأثر أعصاب، بس بنفس الوقت أحب، بنفس الوقت عاطفية، بنفس الوقت عصبية. أنا عموما أنا قايلة من قبل أنا إنسانة جدا متناقضة. أقول لكم إني أهدى شيء بالدنيا لما يكون بشغلي، بس تعالوا شوفوني بالصدق نار وشرار. أقول لكم إن أنا شوي جامدة، بس عادي تقول لكم قصة حياة، تقولوا لي قصة حياة، أبكي بكي نواح. فأنا إنسانة متناقضة، فما ينفع معي ولا برج. واحدة تسألني إذا أنا أحب. إيه أحب الحب. أحلى شي بالدنيا ترى الحب. تخيلوا أنتوا عايشين حياة ما حد يحبكم، واللي أردى من كذي، إذا أنت مثلا مشاعرك ما قدرت إنك أنت تحب، ليش ما في ناس حبوك؟ معناته في مشكلة. ليش ما حد يقتنع أن الحب سواء الإنسان قرر أنه يركز على شغله ولا يركز على عائلته، لازم يكون في حب. ما تقدر أنت ما تحب بالدنيا، تحب صديق، تحب حبيب، تحب أم أبو خوان، يعني أخت أخو، أي شيء لازم في حب. وأنا أمشي وأحب أحب الحب حلو ترى. شنو أحلى من ما واحد يحب ويهتم. في واحدة تسألني الشهرة ولا الحياة. تقريبا أصعب سؤال أحد سألني إياه. بقول لكم شيء، الشهرة تجيب شغل مثلا، أوكي، تجيب مصدر رزق تكون،
يعني تجيب مادة، الشهرة تجيب حب الناس، وبنفس الوقت الشهرة تجيب انتقادات، الشهرة تعدم الخصوصية، الشهرة ممكن تقلب عليك بأي ثانية حتى لو أنت أذكى إنسان بالدنيا. الشهرة الشيء الوحيد اللي الإنسان ما يقدر يضمنه. لكن الحياة بالنسبة لي أكيد 1,000,000% أهم من الشهرة. في ناس أنا أشوفهم بحياتي مع الشهرة تغيروا، وحسوا إنهم صار لهم كلمة، صار لهم مكانة، حسوا إنهم ضامنين نفسهم، وهذا أكبر غلط. لأن من الواحد يحس بهالشعور لازم يعرف إنه قاعد يفشل، لأن أنت ما تقدر تضمن نفسك عند الناس. لو أنا موجودة اليوم وأنا أشهر واحدة وأحلى واحدة وأكثر واحدة ناجحة، راح تيجي واحدة بعدي وراح تيجي واحدة وراي راح تصك علي، ما راح أتم أنا مشهورة forever. هذا حكي فاضي. أنا بالنسبة لي الحين الشهرة جزء من حياتي وليس حياتي كلها. صار لي 3 سنين بسوشيال ميديا، وايد مستانسة وما عندي مشكلة إذا أنا باكر أقوم الصبح كل شي متسكر، لأن أحس إن أنا وايد مقتنعة باللي أنا سويته، ووايد حابة اللي أنا سويته، وحابة أحب الناس وتشجيع الناس لي. هذا ما يتعوض له شنو. وإذا انتهت السوشيال ميديا طبعا راح أفقد هالشي، لكن ما راح تنتهي حياتي، لأن أنا ما بلشت حياتي مشهورة، فراح أرد على حياتي الطبيعية. وبالنسبة للحياة، الحياة مفهوم ثاني، دراسة ثانية، مدرسة ثانية. الشهرة ما تسوي شيء. الشهرة أحس إنها تخرب عقول الناس مرات، تخليهم يصدقون إنه هم شيء هم مو هم. وبالنهاية السوشيال ميديا it's not real، مو حياة صجية. شغل صح، إيفنتات روحة ردة صح، لكن يتم كل هذا على جهاز 7 بليار يمكن بالعالم عندهم إياه، ويشوفون يمكن 10 دقايق من حياتنا بسناب، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، لكن حياتنا كلها ما حد يعرف احنا شنو مش قاعد نسوي. أبوي يزفني ليش متأخرة، أمي تلعن خيري لأني مسافرة، أخوي يقولي ليش منزلة الصورة، أختي مثلا تعصب علي ما كنت موجودة يوم عيد ميلادها. عرفتوا هالديتيلز اللي تبين إن إحنا في جانب إنساني ما حد يشوفه. I don't know if I'm making sense، ما أدري إذا في ناس قاعد يفهموني. yeah. في واحد يقول العادة أن الزوجة الأولى تكون أن الأهل يختارون له إياها، فما يعيش لا حب ولا بسعادة معاها، يكون التزام عائلي أكثر أو اجتماعي. فإنه هو مع أن الرجل يتزوج واحدة ثانية، أنه يعيش حياته هو يبي يعيش مثلا الحب والسعادة وكل شيء. أنا صراحة ما أدري. أنا يمكن حتى لو واحد يجيني يكون متزوج زواج تقليدي عائلي whatever، صعب أن أنت تدخل حياة عائلة ثانية بالنسبة لي أنا كبنت، يعني خاصة أنه أنا مثلا مو متزوجة قبل، ما عندي عيال، ما عندي شيء. يمكن هو عنده عيال، يمكن ما يكون عنده عيال، بس إنك أنت تدخلين حياة واحدة ثانية أحس حرام، حتى لو هو ما حبها، يعني نصيبهم بس you know. في واحدة قاعدة تسألني شلون فكرتي إنك تبلشين مشروع الصالون. أنا بكل صراحة أنا كنت أبي أفتح صالون من قبل عن شهر، من أيام الجامعة، وأحس الله ما كتب لنا إن أفتح صالون من أيام الجامعة. الحمد لله إني ما فتحتها، أولا أنا ما كان عندي المادة إني أقدر أفتحها على المستوى اللي أنا فتحته الحين، عشان شي أنا أقول الحمد لله أنا ما فتحته، الحمد لله إني نظرت. ومشروع الصالون أنا ما أشوفه صالون، أنا أشوف إن أنا كني عازمتكم ببيتي مو صالون. مفكرة الديتيلز، حاطة غرفة اليهال حق الأمهات، لأن أحس كل أم تستاهل إن أيها تاخذ ولدها بنتها من المدرسة عندها ساعة ما تبي تتوهق فيه قبل الغداء، قبل لا ريلها يرجع البيت، تجيبه معاها في بيبي روم، آيبادات، ألعاب، كل شيء، يلها نفسه ساعة، ساعة ونص، ساعتين، تخلصين تريتمنت صبغ سشوات، تطلعين مزاج حلو، تجابلين عيالك، تجابلين ريلك،